الإمبراطورية العمانية هي مصطلح يستخدم لوصف فترة تاريخية في تاريخ عمان تمتد من القرن السابع عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر. خلال هذه الفترة شهدت عمان نمواً اقتصادياً وثقافياً وعسكرياً، وتوسعت سيطرتها إلى مناطق واسعة تشمل شبه الجزيرة العربية وأفريقيا الشرقية والهند. تأسست الإمبراطورية العمانية بقيادة سلالة البوسعيدي، وتميزت بقوة بحريتها ونفوذها التجاري عبر المحيط الهندي. كانت زعماء الإمبراطورية العمانية يحملون لقب الإمام، وكان لهم سلطة دينية وسياسية. في القرن التاسع عشر بدأت الإمبراطورية العمانية تفقد نفوذها تدريجياً نتيجة للتحديات الداخلية والخارجية، مما أدى في النهاية إلى تراجع نفوذها وانكماشها إلى حدود أصغر. توقفت الإمبراطورية العمانية رسمياً في عام 1959 عندما ألغى السلطان سعيد بن تيمور قبول التبعية العمانية للإمام. في النهاية اشتركوا في قناة MQ مازن لمتابعة كل جديد. شكراً لكم على المتابعة.